بداية حياكم الله في قناة راس الخيمة. ويعني فريق العلي نحن الحين في ملعب الجولف، احنا في أقصى المنطقة هناك ورا العمارات هناك. يعني يوجد فريق العلي حذال سوق السمك، وهو المكان اللي احنا نسميه السوق القديم. طبعا يعني ذكريات الطفولة بالنسبة لأي واحد فينا أتصور هي ذكريات تبقى راسخة في الذهن. ويقال بأنه الإنسان لما يكبر في السن يصل إلى يعني درجة أن يصير عنده تلاشي في كل الذاكرة، تبقى ذاكرة واحدة فقط، اللي هو المكان اللي تربى فيه، المكان اللي انولد فيه وعاش طفولته الحقيقية. أنا كنت في نادي عمان، لعبت فريق الناشئين ولعبت فريق الشباب. ولما كنت في فريق الشباب كان توا يسوون أول منتخب للشباب على مستوى المناطق، فسوونا منتخب للشباب على مستوى راس الخيمة، يعني أندية الرمس وراس الخيمة وعمان، وهذه الأندية تصور كانوا 4 أندية. ومن بعد طبعا اختاروا مجموعة من هذه المنتخبات لكي يمثلوا في منتخب الإمارات. طبعا الكويت هي مرحلة أساسية بالنسبة للواحد فينا، خاصة المرحلة الدراسية الأكاديمية مهمة. احنا نمثل وياسين نمثل نقول على المسرح، لكن لما تصيرين تدرسين تاخذين المسرح كعلم ومنهجية، أتصور أن هذا يخلق في الإنسان ثقة في نفسه، وعلى الأقل يفهم هو شو يسوي. فكانت مرحلة أكاديمية حقيقية. طبعا أنا كنت ماخذ الأمور بجدية لدرجة أن يعني كنت آخذ كل سنة الأول، وتخرجت بامتياز، وكان هذه ثاني حالة على مستوى المعهد في الكويت آنذاك. على المسرح الإماراتي بشكل عام، طبعا احنا لما جينا المسرح طبعا كانوا في مجموعة موجودين، يمكن احنا يقال عنا مؤسسين، لأن هي مسألة التسجيل والأمور هذه يمكن جت في فترة لاحقة، يعني احنا لحقنا عليها. لكن أكيد قبلنا كانوا في اجتهاد من مجموعة كبيرة من الفنانين اللي كانوا موجودين آنذاك، منهم طبعا الفنان جابر نغموش وسعيد بوميان وحمد سلطان، ومجموعة كبيرة وأحمد غنيوات، ومجموعة كبيرة من الشباب اللي كانوا موجودين. احنا تعلمنا كثير من الكويت، وانا خريج الكويت اصلا. واليوم طبعا الدراما الاماراتيه تنافس بشكل كبير، تنافس الدراما الكويتيه، وايضا الدراما القطريه والبحرينيه والعمانيه. يعني الكل مجتهد في انتاج اعمال دراميه تتكلم عن الواقع المعاش في الامارات. أنا أعجب أكيد بالنقلة النوعية اللي سواها نجدة أنزور أستاذنا في الصورة بالنسبة للدراما العربية بشكل عام. أكيد هو خلق صورة جميلة من خلال التعامل مع الأعمال الدرامية. يعني صرنا نشوف المسلسلات خاصة بنظام السينما اللي هو الكاميرا الواحدة، قمنا نشوف أعمال فعلا فيها إبهار. لكن تبقى الدراما المصرية هي الرائدة، وهي اللي تقدم مضامين يعني أتصور بتجربة مصر يعني الإشكالات الاجتماعية الموجودة في مصر. مهما الواحد يحاول أن يكتب عن مجتمعه ما راح نصل إلى أن احنا نكتب عن مجتمعنا مثل اللي متوفر في مصر، سواء في الحاضر أو في الماضي. تاريخ عريق، لو شو تكتبين عن مصر تبقى مصر هي يعني أم الدنيا مثل ما يقولون. شوفي بنات آدم، يعني أنا طبعا صديقي المؤلف والمنتج جمال سالم أصر أني أنا أقوم بهذا الدور، بل وكان هو يكتب، كان يناقشني أحيانا في بعض الأمور بالنسبة للإطار العام لهذه الشخصية. هو شايف أني أنا أقدر أسوي هذه الشخصية، بما أن الشخصية سوري لها الكلمة يعني هي شخصية حقيرة. فقال لي أنت لو سويت هذا الدور، فكان دائما يقول لي دكتور عندك دور أوسكار. فأنا ما كنت أعرف شو النص، طبعا أكيد كنا نتكلم لكن ما قريت النص. لكن فعلا لما قرأت النص شفت أن النص مهم أن يقدم، لأنه الرسالة المسج اللي في النص جدا مهم في يومنا هذا. يقول أن الإنسان اللي يخطئ واللي يلعب واللي قد يقتل، حتى لو الناس ما اكتشفت، لكن رب العالمين يأخذ قضاء من هذا الإنسان. عشان كذا شخصية سند شخصية جدا سيئة، أنا قمصت الشخصية وبنيت عليها أمور كثيرة علشان أطلعها في أسوأ حالاتها
عشان الناس تتعظ من أن يسوون يعني أو يكونون مثل سند في الحياة. في شهر رمضان أنا خلصت مسلسل بعنوان جفنات العنب، وهذا راح يعرض على قناة أبو ظبي الإمارات، وطبعا في الكويت صورناه مع نخبة كبيرة من الفنانين الكويتيين، جاسم النبهان، منصور المنصور، هيفاء عادل، شيماء علي، مروى محمد، يعقوب عبد الله، يعني مجموعة كبيرة من الفنانين. أتمنى إن شاء الله أن يترك انطباع. أنا عامل شخصية جديدة، شخصية كلها يعني شخص كله عايش في فرنسا هربان من حب، ولما يطلق يرجع يلقى الحب موجود، يلقى الحبيبة الأولى ما زالت موجودة وهي أرملة، فترجع الحكاية من أول وجديد. فعامله بستايل يعني على أساس إنه لطيف. يعني لجمهور قناة رأس الخيمة نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، ونتمنى إن شاء الله يعود علينا بالخير والسعادة دائما إن شاء الله. كل عام وانتم طيبين.